السلام عليكم، عاملين ايه؟ عارف ان بقالي فتره كتير قوي غايب عنكم، بس اللي اقدر اقوله ان الفتره ديت في فيديوهات كتير قوي هتتصور وفي اهتمام بالمحتوى اكتر. بس اهم حاجه تدعمونا بالجيمنج لايك طبعا. طيب امبارح واحد صاحبي سالني سؤال: يا جيمي، هو الماوس والكيبورد بيفرقوا في الالعاب؟ خليني ارد عليك بخصوص الماوس وخلي الكيبوردات في فيديوهات تانية. الماوس بشكل عام عندنا نوعين، يا اما ماوسات جيمنج يا اما ماوسات عاديه او كحيانه. اللي بيفرق في الماوس او اهم حاجه في الماوس هو الدي بي اي او سرعه استجابه الماوس. كل ما كان الدي بي اي عندك اعلى كل ما كان افضل، بس ما تاخدوش دايما بالارقام اللي موجوده على العلب بتاعه الماوس للدي بي اي، وهقول لكم ليه كمان شويه. طيب عشان الصوره توضح اكتر هنعمل مقارنه بين ماوسين، ماوس جيمنج وهو من شركه اولا اس 31 وماوس عادي او كحيان من شركه زيرو زد ار 150. طيب شويه معلومات عن كل ماوس فيهم. الماوس الجيمنج الاولى الدي بي اي فيه 800 و1000 و1200 لانه في زرار بيغير الدي بي اي. اما الماوس الزيرو الزد ار 150 الدي بي اي فيه 1000. بس طبعا بعد استخدام 3 شهور للماوس دوت بقول لك ان الدي بي اي فيه ال1000 ما حصلش حتى ال 800 في الماوس الاس 31. عشان كده بقول لكم دايما ما تاخدوش بالارقام. عشان الفيديو ما يطولش خلينا نجرب كل ماوس فيهم على اللعبه ونشوف. يلا بينا. اول تجربه معانا الزيرو الزد ار 150. اول حاجه انا حاسس بديلي خفيف كده في حركه الماوس، وحاسس ان في بعد ما بينه وما بين الماوس باد بتاعته، فده مخلي فيه بطء في الحركه يعني. تاني حاجه الماوس وزنه خفيف قوي، فبتلاقيه يروح معاك يمين وشمال كده ايه في الحركه، ودي حاجه تزاول. وتالت حاجه ان الماوس اصلا يعني اصغر من كف ايدي، مسكتك للماوس نفسها مش مريحه. وزي ما انتوا شايفين انا كل شويه ارفع الماوس لفوق وانزله تاني على الماوس باد، لان حاسس ان الماوس مش لامس الماوس باد اصلا، ودي حاجه يعني مستفزه الصراحه. بشكل عام بعد استخدام اكتر من 3 شهور اقدر اقول ان لو انت عايز ماوس عشان تتصفح بس على النت وكده، لا تستخدم ماوس ده عادي يعني. الزيرو زد ار 150 كفايه اوي، حاجه مش اي ماوس مش جيمنج يعني كفايه. انما الالعاب والحاجات دي هي باين من الاسم ماوس جيمنج يبقى للالعاب. نيجي بقى لاستخدامنا مع الماوس الجيمنج الاس 31. اولا وزن الماوس تقيل شويه، في ثبات كده، فحركتك مع الماوس يعني بياخد ويدي معاك كده في الحركه، دي حاجه جميله يعني. تاني حاجه مفيش بعد ما بينه وما بين الماوس باد، فلا انت مش محتاج كل شويه ترفع الماوس وتنزله ترفع الماوس وتنزله، لا هو سلس معاك في الحركه. العيب بس اللي لاحظته بعد استخدام اكتر من سنه ونص هو ان الماوس ده بيبصم، يعني ايدك بتعمل علامات في الماوس ده دايما، الخامه بتاعته البلاستيك بتاعه بيبصم، برغم ان انا كنت كل شويه بنضفه بكحول. يعني هو ده بس العيب الوحيد اللي قابلني في الماوس ده. وفكره ان انت تتحكم في الدي بي اي دي اصلا حاجه كويسه يعني، لان في لعب بتبقى محتاجه دي بي اي عالي ولعب بتبقى محتاج دي بي اي اقل، فبشكل عام الجيمنج افضل طبعا. وبس يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. متنسوش الجيمنج لايك عشان تزودوا اداء الجهاز، متنسوش تشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وتستنوا الفيديوهات اللي جايه. سلام.